الا بغيتي تستثمر في العقار فمرحبا بك معنا في حلقه جديده ديال افي ايمو واللي غادي نتكلموا فيها على مفهوم الاستثمار الايجاري لانفستيسمون لوكاتيف. فتابعوا معنا. الاستثمار الإيجاري بلغة عامة هو الاستثمار في الدار، في الشقة، في البيرو ولا في محل تجاري باش كتكريه وكتستافد من الإيجار ديالو كمدخول قار وكل شهر. غالبا كيف ما كنعرفوا الاستثمار في العقار كتبقى عنده لا فالور ديالو، حيت العقار كيتميز باحتفاظه القيمة ديالو المالية والمادية. وحاجة متميزة في هذا الاستثمار هو القيمة ديال العقار كتزاد من عام لعام. قبل ما نفكر في الاستفادة من هذا الاستثمار خصنا نتبعوا بعض القواعد المهمة باش يكون عندنا الاستثمار ديالنا ناجح وفعال. أول حاجة هي تحديد الميزانية وكيفية جلب رأس المال، بمعنى واش الاستثمار ديالي ذاتي او لا من لابون. وما تنساوش باللي تكاليف الاستثمار كتشمل الثمن ديال العقار وتكاليف اخرى بحال لي فري دونجسترمون، كونسيرفاسيون فونسيير، لي فري دو دوسيي، لي فري ديبوتيك اي لي فري دو نوتير. ثاني حاجه واللي هي ليتود دو مارشي، ايتاب مهمه جدا اللي هي دراسه سوق العقارات واللي كتشمل تحديد نوع العقار، واش سكني ولا تجاري، المنطقه ديال العقار اللي بغيتي تستثمر فيها واش صالحه ولا لا. وما تنساوش باش تكون هذه المنطقه فيها لي مويان دو ترونسبور والاسواق باش تطلع من القيمه ديالها. والثالث حاجه الاختيار المساحات الصغرى حيت كيكونوا ساهلين في الكراء ديالهم وحتى في البيع ديالهم. ومن الاحسن تكون فيها تيراس ولا جرده باش كتزيد من القيمه ديال العقار. ورابع حاجه هي الاستعانه بخبراء في العقار بحال سيرفيس ايموبيليي دافيتون، حيت هما اللي قادرين يميزوا ما بين العقارات المربحه واللي غادي يكون فيها لو روتور سور انفستيسمون. وما تنساوش تابوناو معنا باش تفرجوا في الحلقه الجايه ديال خبر في العقار مع افي ايمو.